السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مع وصفات نور هديل. الوصفة تاع اليوم مملحة، تجي مرقة أو مقرمشة بحشوة لذيذة. نروحو نشوفو طريقة التحضير. عندي قطعة تاع صدر الدجاج نقطعها مكعبات صغيرة كيما راكم تلاحظوا. هنا في المقلاة نحط شوية زيت، نحط هذاك الدجاج يتقلى على نار متوسطة، ونحط التوابل، نحط الملح حسب الرغبة، أيضا فلفل كحل، أيضا توابل الكاري، ونبدأ نقلب الدجاج. أيضا نحط نصف ملعقة صغيرة لاموتارد، أيضا نحط ورقة تاع رند، نزيد أيضا فص توم قطعته رقيق. بعد ما تقلى شوية الدجاج نزيد نحط حوالي حبة بصل كبيرة قطعتها هكذا بحجم متوسط ما رقيق ما خشين، ونقلب. أيضا نزيد نحط كمية من الزيتون الخضر. بعد ما يدبل البصل نزيد نحط حفنة تاع معدنوس، والحشو تاعنا يكون جاهز. هنا عندي عجينة مورقة أنا كنت درتها من قبل في القناة، حنخلي لكم الرابط تاعها. نحل العجينة تاعي نبسطها كيما الطريقة كيما راكم تشوفوا، ومن بعد بالحلال هكذا نقص لها في الحواف باش نسوي الشكل تاعها، وندير مستطيلات بهذه الطريقة، ونبدأ نحط الحشو كما راكم تلاحظوا، ونشكل الحبات تاوعي هكذا بهذا الشكل. نزيد الحبة الثانية، طبعا تكونوا سخنتوا الفرن من قبل، حطوه يسخن على 200 درجة. هنا ندير عندي جبن هذاك اللي يجي مربعات، ولا تقدروا ديروا جبن مبشور. ايضا نحط صفر البيض كما العاده، ندير شويه نسكافيه وشويه خل فيه باش نحو هذيك الريحه تاع البيض، ونمسح كامل على هاد الحبات باش يخرج الشكل تاعهم شباب ذهبي، وندخلهم يطيبوا من الفوق ومن تحت. بعد ما كملت الحبات تاوعي ندخلهم للفرن كما قلت لكم من قبل، الفرن يكون ساخن على اعلى درجة. كان هذا هو الشكل تاعهم بعد ما يطيبوا، المنظر تاعهم خرج شهي. هذه الوصفة خبيوها لشهر رمضان الكريم إن شاء الله، نقولوا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. في النهاية تهلاو في راحتكم، إلى اللقاء مع وصفة جديدة، في أمان الله.